صباح الخير، كيفكن؟ شو اخباركن؟ طمنوني عنكن. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم بدنا نعمل طبخة سهلة وطيبة كمان بنفس الوقت. واذا محتارة شو رح تطبخي، قومي وشوفي شو بدي اساوي وانتي كمان ساوي مثل ما بدي اطبخ. طبخة كتير سهلة وطيبة، فاصوليا خضرة بالزيت وجنبها رز، وبدي اعمل كمان شوية قلوبات دجاج. طريقة سهلة وكتير طيبة. بس قبل ما نبلش الفيديو بدنا نشرب القهوة وبدنا نتسلى شوي هيك، نقعد على رواق شغلة ربع ساعة، بعدين نقوم نطبخ. وهي هون جهزت القهوة، انتو كمان قوموا الصبح هيك اعملوا لكم فنجان قهوة وقعدوا روقوا عليها، وبعدين قوموا بلشوا بشغلات اللي بدها تسووها بالبيت والطبخ. حبيت هيك اورجيكم من بعيد لان انا قاعده عم بشرب قهوه، مجهزه كل شي، بس عم استنى اخلص القهوه ونقوم نبلش بالغدا. شوفوا كتير شي حلو انه واحد يجهز كل شي ويقوم يطبقهم فوق بعض. وهلا بعد ما شربت القهوه بدنا نبلش بالطبخ. بدي احط زيت، طبعا زيت الزيتون كتير طيب مع الفاصوليا، بس انا ما جبت، بس بدي اساويها بزيت النباتي. وهون بدي احط البصل كمان. خلينا البصل، بدنا نحط الفاصوليا الخضراء حتى تدبل معي، بعدين نحط البندورة. هون بدي احط التوابل، 7 بهارات، فلفل احمر ناعم والملح والفلفل الاسود. هدول هنين التوابل اللي بدي اضيفهم للفاصوليا. كمان هون عندي معلقة دبس البندورة كمان بدي اضيفها حتى تعطيني هيك الطبخة حموضة طيبة ولون حلو. وهون بدي اضيف تقريبا كاسة مي لحتى ينسلق الفاصوليا منيح. جايبتها انا مجمدة مثل ما شفتوها. هلا وطيت الغاز، بدي اغطي فوقها حتى تستوي منيح ونعمل الرز. والله هون مثل ما قلت لكم بعد ما عملت الفاصوليا والرز عم استنى عليهم لحتى يستووا. قطعت القلوبات الدجاج هدول لحالهم، جايبتهم قطعتهم وغسلتهم كتير منيح، وهلا بدي احطهم بالطنجرة واغليهم تقريبا ربع ساعة لحتى تروح الزنخة منه، وبعدين نقليهم بالزيت ونحط لهم بصلة وفليفلة خضرا. بعد ما تقلت عندي هون القلوبات بدي احط
البهارات المشكلة هدول الكزبرة والفلفل الناعمة، الملح والكاري، 7 بهارات وفلفل اسود وشوي من تبلة الفروج. هدول هنن اللي بدي احط لهم للتوابل. بدي احط لقلوبات الدجاج واحط ربع معلقة دبس فلفلة كمان واحركه كتير منيح واستناه لحتى يستوي. وهلا هيك غدانا صار جاهز. مثل ما شفتوا عملنا القلوبات مع بعض وفاصوليا الخضراء بالزيت والرز. والله ديما نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. أصدقائي جيت معكم لنهاية الفيديو، يا ريت تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، تحطوا لايك حتى يوصلكم كل شي جديد. باي باي.